هذه قاعدة عظيمة جدا في ما ختم به رحمه الله، وهو التوفيق للسعادة. السعادة هي مطلب كل إنسان ومبتغى كل حي يبحث عنها ويسعى في طلبها، ولكل وجهة هو موليها في طريقة الطلب لهذه السعادة. لكن السعادة لا تنال إلا بالطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا لها وسبيلا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتسعد. القرآن كتاب السعادة، فالسعادة لا تنال إلا بسلوك طريقها الذي نهجه الله وخطه سبحانه وتعالى لعباده، فجعله طريقا لها.